مش عارفين انا قاعد ولا ماشي. اصحاب المحلات اللي كان عليهم فلوس بكلمه اقول له حضرتك قاعد ولا ماشي؟ انا اللي كنت بجيب الفلوس وجايز كله عارف. وانا بقول لك اهو مع الاعتذار لمجلس الاداره انا ماشي. تاني بسلمك النادي، بس لما يخرج اتحمل المسؤوليه قدام مصر كلها. ومن النهارده انا عضو عامل في النادي راجع بادب واحترام، والجماهير بحضر معاها المطوشه، بقعد مع الجماهير المحترمه اللي انا بقول لها بطمنها اعتذار يعني ان اكمل حاجه، وان انا الاربع ملفات اللي هقدمهم للفيفا حاجه ثانيه، لان دي فراق تانيه، دي فراق ونكمل. مش انا بس مش هكمل. اتفضل يا سيدي. السلام عليكم. يعني انا مش هتكلم كتير، لكن باختصار الموضوع بقى صعب. استاذ حضرتك انا هتكلم عن الناس بس في حاجتين مهمين جدا. نادي اكتوبر ده محتاج فلوس، جبنا فلوس بيتحجز عليها، بعتنا جواب للشركه المنفذه عشان تبتدي في التنفيذ، حبسوا رئيس النادي. بعدين الشركه اللي بكلمها الاسبوع اللي فات قالوا لي حضرتك احنا ما نعرفش انتوا موجودين ولا مش موجودين، هتتحلوا ولا هتمشوا. اي لعيب بتيجي تتعاقد معاه ولا تتكلم معاه بيقول لك هو انت موجود ولا رئيس النادي موجود؟ ما هو رئيس النادي اللي بيجيب الفلوس. يعني انا كنت جايب ورقه لقيته عندي في المكتب، السيد رئيس اللجنه المعينه بعت للوزير بيقول له ابعت لنا 100,000 جنيه زمان. 75 مليون جنيه. لا يعني شفت وناديك كانوا عاملين حضرتك حاجه زي كده يعني. لا ده انا عندي جوابات لقيتها بجيبها لحضرتك. فالوضع صعب قوي. الناس بس نازله. انا موجود في المجلس من 2013 في المجلس المعين. انا ما كنتش بلاقي كرسي اقعد عليه، كنت عضو مجلس اداره. كنت ما بجيب 100,000 جنيه النادي كانوا بيعملوا لي حفله. القصه المقصوده دي انتوا قاصدين مرتضى منصور، ماشي؟ عايزين تقولوا كده، بس الحقيقه اللي بيتاثر العمال الغلابه اللي في النادي. لا العمال، خلينا نبقى اقل حاجه اللي مرتبه 3000 جنيه ده. عايز تعرف يا سياده الوزير المطلوب من حضرتك من الاخر، احنا مش هنجيب قائد الاعمال. عايز تحل المجلس حله كله. مش محتاجين المنطق. عايز تحل المجلس حله كله. انا عن نفسي مش هكون اي رئيس نادي اشتغل معاه. انا شخصيا ولا عايز المنصب ولا حاجه، ده هم. والناس اللي بتتكلم احنا امبارح قاعدين وحضرتك مش موجود، قاعدين هنا 14 ساعه عشان نصفر فرقتين، بنلم من ده ب 50,000 جنيه ونلم للعيب ده 10,000 جنيه، واحنا عندنا ملايين. مرتضى منصور جايب 100 مليون وحد حجز عليهم. طب انا جايب 100 مليون تانيين، افتحوا لي حساب عشان احط فيهم ال 100 مليون، لا محجوز عليهم. انت بتقفل عشان تمشي الراجل ده. وده ليك يا كده. هنجيب لجنه هنقول اي كلام وهنمشيه. هو انت الورق هنكتب اللي احنا عايزينه. فلو انت بتعمل ورق جديد عشان تحل المجلس، حل المجلس. انا مش هتكلم كتير لان انا عايز اروح. انا كنت مستني المستشار يقول انا ماشي، اقول انا ماشي معاه. خلاص؟ بجد؟ طب انا ماشي معاك. شكرا.